في جديد الأوضاع بالعراق المضطرب، تفاقمت معاناة طائفة اليزيديين المحاصرين في منطقة جبل سنجار شمالي العراق، مع تأكيد أبرز ممثليهم أن عشرات الآلاف العالقين باتوا على حافة الموت جوعا. هذا يواصل مقاتل تنظيم الدولة المعروف سابقا بداعش يواصلون الزحف نحو أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وباتوا وفقا لشهود عيان على بعد 30 دقيقة بالسيارة عن العاصمة. ويأتي هذا بعدما سيطر التنظيم على حقل نفطي خامس إلى جانب عدد من البلدات، بالإضافة لسد الموصل الذي قد يسمح له بإغراق مدن بالمياه أو قطع إمدادات المياه والكهرباء الحيوية. تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمواصلة الغارات الجوية على المسلحين لحماية الطواقم الأمريكية العاملة في أربيل بشمالي العراق. ونفى أوباما مجددا إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى العراق، مشددا على أنه لن يسمح بانجرار الولايات المتحدة إلى حرب جديدة هناك. في الوقت نفسه أوضح الرئيس الأمريكي أنه أجاز تقديم مساعدات إنسانية لآلاف المدنيين الذين فروا من مدينة سنجار ولجأوا إلى الجبال. لمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف مراسلنا في العراق حيدر الأسدي. حيدر، مع استمرار الغارات الجوية الأمريكية ضد مسلحي تنظيم داعش، ما هي أبرز الأهداف التي أصابتها اليوم؟ يعني أبرز الأهداف التي أصابتها الطائرات الحربية الأمريكية هي مواقع لمسلحي داعش ونصات إطلاق صواريخ، بالإضافة إلى رسل لمسلحي التنظيم كان على مقربة من أربيل. فبالتالي ممكن القول بأن القوات الأمريكية تحاول وضع خطوط معينة حمراء لا يمكن أن يتجاوزها هذا التنظيم باتجاه مدينة أربيل. هي تساعد القوات الكردية أولا على رفع الروح المعنوية من خلال ضرب المسلحين بالطائرات، بالإضافة إلى منع تقدم المسلحين أو المسلحي التنظيم نحو مدينة أربيل، على اعتبار أن مدينة أربيل توجد فيها مصالح أمريكية كثيرة وتوجد فيها قنصلية أمريكية كبيرة. فبالتالي هناك أيضا تعاون بين الإقليم وبين واشنطن في حال تعرض الإقليم لخطر، كما هو حصل في الساعات القليلة الماضية. نعم حيدر، يعني أفهم من كلامك أن أمريكا تحاول الاحتفاظ بمصالحها فقط دون المحاولة الاحتفاظ أو مساعدة الأوضاع الإنسانية هناك في العراق. هذا شيء واضح أنه الضربات الأمريكية أعلن عنها على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قال بأن هذه الضربات لضمان عدم تعرض الرعايا الأمريكيين للخطر، وأيضا لضمان المصالح الأمريكية. هذا من جانب. أما موضوع المساعدات الإنسانية فهو معروف أن هذا يحصل ولمجرد زر الرماد في العيون وللضغط الكبير الدولي الذي تتعرض له الولايات المتحدة بسبب تركها العراق ومعاناة النازحين هذه. فبالتالي الولايات المتحدة تحاول أن تظهر بمظهر أيضا المساعد في إلقاء المساعدات الإنسانية للمحاصرين في جبل سنجار. هذه المساعدات لا تغني ولا تسمن من جوع بعد أن استفحل تنظيم داعش هذه الأسر والعوائل المحاصرة في جبل سنجار، وحتى الآن الأنباء تشير إلى موت أكثر من 40 طفل خلال عملية النزوح. هذا بالتأكيد هي لن تساعد في شيء، وإنما ما هو مطلوب هو أن تعود هذه الأسر، هو زوال خطر تنظيم داعش وتعود هذه الأسر إلى مناطقها. إن وصل الماء والغذاء فكيف تبقى هذه العوائل في العراق؟ هذه الأسر فوق الجبال في العراق، بالتالي هناك درجات حرارة كبيرة جدا. فبالتالي الموضوع ليس فقط موضوع إيصال المساعدات الإنسانية، وإنما أكبر من ذلك بكثير. نعم، أشكرك شكرا جزيلا حيدر الأسدي مراسلنا إلى بغداد، وقد أفادنا بأن الأهداف التي تدور حول مواقع مسلحي داعش على مقربة من أربيل مع القوات الأمريكية ما زالت كما هي، والقوات الأمريكية فقط تحاول وضع خطوط حمراء لا يتجاوزها المسلحون.